النهارده هنعمل بتنجان بيسموه بابا غنوج، بس احنا بالفلاحي كده بنسميه بتنجان مشوي. دلوقتي انا شاويه البتنجان اهوت، شاويه اتنين، شايله منهم القشر بتاعهم منضفه منه تماما. عايزه اقول لكم ان الميه اللي بتبقى نازله دي الفوايد بتاع البتنجان، يعني ما تترميش. معايا طبعا طحينه، دي اساسي في البتنجان المشوي، لازم يكون في طحينه. معايا زيت، معايا هنا دقة توم، حاطه فيها توم، فلفل اخضر، ملح، كمون، فلفل اسود، سنة شطة اختياري، ومعايا برضو كمون، دقة كمون كده بقول لكم عليها عشان لو احتجتها والدقة ما كفتش معايا. اهوت الطاسة سخنت معايا، حط لها بقى شوية زيت صغيرين خالص، مش هكتر، شوية صغيرين مش كتير. دلوقتي الزيت سخن، هنزل بقى بدقة التوم. معايا اهو البتنجان، ههرسه بقى كده اهو بايد هون، بالمعلقه، اي حاجه. دلوقتي ادي التومه اهي يا دوبك بس خدت لون ذهبي، مش اكتر من كده. هنزل بقى بالبتنجانه اللي انا هرستها، بقى هنزل بالطحينه اهي، دول بالظبط 3 معالق طحينه. دلوقتي بقى نقدمه، بصوا بطريقه سهله قوي، مش لازم ان احنا نعقد الدنيا، مفيش احسن من البساطه والله. ده بقى شكله في الاخر زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان طعمه حلو قوي، وحاجه متوفره في البيت ومكلفتناش كتير، والتزيين برضو حاجه سهله وبسيطه خالص، وفيها حاجات من يعني جت كده بالصدفه كده وانا بصور الفيديو. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ان شاء الله استنوني بقى في فيديو جديد. بحبكم في الله، مع السلامه. وقبل ما اقول لكم مع السلامه، تقدري بقى تكليب عيش بلدي، تقدري تكليب عيش ابيض. استنوا بقى ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.